شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم. بصوت مبحوح وبمخارج ألفاظ اتأثرت بالسن، ووش محفور فيه نضال شعب كامل وتاريخ أمة بحالها اتعرضت لكل أنواع الظلم، قالتها شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم. من يوم معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وحصار غزة من بعدها وحتى النهاردة، وصوت حليمة الكسواني هو الصوت الرسمي للمعركة. مفيش صوت قدر يوصف حجم اللي بيتعرض ليه أهالينا في غزة قد صوتها. هي الوحيدة اللي قدرت وهي عجوزة عمرها عدى 85 سنة. لكن قبل ما أدخل في تفاصيل كتيرة، تعال أقول لك مين هي حليمة الكسواني. في 1948 وفي بلدة بيت إكسا الموجودة بالقرب من القدس بجوار دير ياسين، واللي الكيان الصهيوني ارتكب فيها واحدة من أبشع المجازر المعروفة على مر التاريخ. اضطر والدها الخروج قسرا وماسك في إيده بنت صغيرة عمرها 10 سنين، وفي الإيد التانية باقي عيلته. حليمة الكسواني واللي اسمها بالكامل حليمة حسين الحمولي زايد، كانت بتوصف المكان اللي اتولدت فيه وقريتها بإنها كانت مليانة شجر فاكهة، حمضيات وتين وخوخ، لكن طبعا الاحتلال الإسرائيلي خربها. الطفلة دي واللي يدوب كانت وقتها لسه بضفاير شافت كل حاجة، شافت كل جرم ارتكب وكل مذبحة حصلت، والضحايا عدوا عليها واحد واحد، بطل بطل وشهيد شهيد. من صغرها وحليمة بتشوف اللي محدش قدر يشوفه بالكامل، لحد ما بقى في عقلها تاريخ أمة وكفاح شعب. لما خرجت ماسكة ايدين باباها راحوا على منطقة الأغوار في الأردن، وتحديدا منطقة الكرامة أو اللي بيطلق عليها الشونة الجنوبية. وفي سنة 1954 اتجوزت وهي بنت 16 سنة، واستقرت في عمان حوالي 9 سنين برضه في مخيمات اللاجئين، لحد ما رجعوا تاني واستقروا في مخيم الزرقاء. ولأن الحياة في المخيمات حياة قاسية وصعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حليمة ضاع كتير من حياتها في القهر والحزن. ما تعلمتش تقرأ ولا تكتب، هي اتعلمت تحكي بغناها مرارة العيشة اللي عاشتها أول ما عينيها شافت النور. أم العبد بالمناسبة ده لقبها اللي معروفة بيه. أنجبت ولدين، وبالرغم من اللي عاشته والألم اللي شافته إلا إنها قدرت تربي ولادها أحسن تربية، لحد ما بقى واحد منهم دكتور جامعي والتاني حاصل على ماجستير في الفيزياء وشغال مدرس في مدرسة تابعة لوكالة غوث. ولأنها مؤمنة بالقضية ومتربية عليها، اشتغلت أكتر من 25 سنة من عمرها في توزيع المساعدات الإنسانية اللي كانت بتقدمها وكالة غوث لسكان المخيمات. حليمة الكسواني في جلسة سمر بينها وبين اللي معاها في المخيم دندنت، والدندنة جت بشدوا بعضكم. الدندنة كانت على طبلة هداها ليها واحد من الجيران لما عجبه اللي اتقال، وأصر إنها تقوله وتغني على الطبلة، وساعتها طلع اللحن الجميل ده من كلمات جت في لحظة دندنة ولحن على طبلة وصوت من أصل طين فلسطين، طلعت شدوا بعضكم. وبدأت الأغنية تتغنى في أي وقت، لكن أكتر حاجة كانت للنساء الفدائيين وللثورة، وأوقات الفرح تتغنى طبعا للعرسان. صحيح نسيت أقولك، لقب أم العبد ده هو اللقب اللي أطلق عليها، خصوصا وإنها رمز لصمود الشعب الفلسطيني، وإنها قدرت تحافظ على هويتها الفلسطينية والعربية. ولحد النهاردة حليمة الكسواني لابسة الشال الفلسطيني، وعلى لسانها شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم.